ورسميا يا جماعه قطر تعتبر دوله مستضيفه لبطوله كاس العرب. لكن ثواني، هي ايه بطوله كاس العرب دي؟ وايه فكره التنظيم بتاعها؟ وايه اول منتخب كسب البطوله دي؟ كل الاسئله دي في الفيديو بتاع النهارده. لكن قبل ما نبدا اتمنى تعمل لايك، سبسكرايب، وتفعل الجرس تبعت الرساله كل جديد. فمن غير أي كلام كتير استمتع بالفيديو. طب اول حاجه عايزين نعرف هي ايه بطوله كاس العرب دي؟ هي عباره عن بطوله بتضم كل الدول العربيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مش هتلاقي اي منتخب بره حدود العربيه بيشارك في بطوله كاس العرب. طب واحد ممكن يكون جه في دماغه ايه اهداف البطوله دي؟ اول هدف الا هو تطوير مستوى كره القدم العربيه، وتاني هدف الا وهو ان احنا نخلي اللعيبه تطلع افضل ما ليها في البطوله دي، وتالت سبب الا وهو ان احنا نزود فرصه التعاون ما بين الدول العربيه عن طريق الرياضه. واول منتخب فاز ببطوله كاس العرب الا وهو المنتخب التونسي سنه 1963، واخر منتخب فاز ببطوله كاس العرب الا وهو المنتخب الجزائري سنه 2021، واكتر منتخب توج بالبطوله الا وهو المنتخب العراقي ب4 مرات. طب واحد اكيد جه في دماغه هو مين اللي بينظم بطوله كاس العرب؟ الاتحاد الاوروبي لكره القدم ولا الاتحاد العربي ولا مين؟ بص، هو في اول نسخه للبطوله اللي هي كانت سنه 1963 كان اللي بيدير البطوله الا هو الاتحاد العربي لكره القدم لحد سنه 2021 اللي هي اخر نسخه. قرر الاتحاد الاوروبي لكره القدم ان هو يكون بيشارك في تنظيم بطوله كاس العرب مع الاتحاد العربي لكره القدم. طب نيجي لاهم نقطه في الفيديو الا وهي فكره التنظيم. بص، هو الحوار بتاع التنظيم ده غريب شويه. ليه؟ لان هم مش هيختاروا على حسب التصنيف الدولي للفيفا. امال هيعملوا ايه؟ بص، الفيفا قررت ان هي تدي كل الاصلاحيه الكامله للدوله المستضيفه الا وهي قطر او اي دوله تانية عموما، ان هي تبعت دعوه ل 16 منتخب عربي او اكتر، ولازم ال 16 منتخب تمام يوافقوا او اكتر. طب في حاله لو في اكتر من 16 منتخب شارك في البطوله ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل كالتالي: ان في 9 منهم هيتأهلوا تأهل مباشر، تمام، وفي 7 هيلعبوا حاجه زي الملحق، مباراه اقصائيه يعني. طب بالنسبه لمده البطوله، بص مده البطوله عامله شبه مده برضك كاس العالم كل 4 سنين. بص انا هديك مثال عشان تفهم اكتر. يعني مثلا زي ما اتفقنا ان اخر نسخه كانت 2021، النسخه الجايه هتكون 2025، النسخه اللي بعدها 2029 وهكذا، تمام. وزي قلت لك في اول الفيديو ان قطر هتكون الدوله المستضيفه لايه؟ لبطوله كاس العرب. لكن مش النسخه دي بس، هتكون لثلاث نسخ متتاليه اللي هي 2025 و29 و33. طب ليه؟ بص، هو اكيد في سبب، بس من اهم الاسباب اللي خلت قطر ان هي تاخد البطوله 3 مرات الا وهي البنيه التحتيه. زي ما شفنا في كاس العالم 2022 ان البنيه التحتيه لقطر كانت حرفيا فوق الخيال، فده ممكن يكون سبب من الاسباب اللي خلت قطر تاخد البطوله ل3 مرات على التوالي. طب بالنسبه لفكره ترتيب المجموعات، بص هم 16 منتخب زي ما اتفقنا. لو هنفترض يعني ان 16 منتخب المجموعه الواحده يكون فيها 4 منتخبات، والمفروض الاربعه دول هيكونوا اقوى 4 وتاني اقوى 4 والى اخره. وبس كده اكون خلصت الفيديو بتاع النهارده. اتمنى اكون انت فهمت نظام البطوله ماشي ازاي، والاهم من ده ان انت تكون عملت لايك، سبسكرايب، وفعلت الجرس ده عشان يوصلك كل جديد. والاهم من كل دول انت تابعني على حساباتي على السوشيال ميديا. فاشوفك في فيديو جديد. سلام.